عشان احنا كمصريين بنحب نحط التاتش بتاعنا. اقسم بالله لو ما حطينا التاتش بتاعنا كان نزعل. وانا بدور كده كتبت على جوجل اشطر ساحر في مصر او اشهر ساحر في مصر، وانا كان في نيتي ان هو مثلا ايه، الساحر اللي هو بيجيب الحاجات الفاضيه دي كده. مثلا ايه رايك في الشنطه الجديده دي الاول؟ المهم يا سيدي، راح حبوا يعملوا فيلم عدل ينتقم. فعدل ينتقم اتعمل قبليه افلام رعب كتير زي اللي كانت بقى في امريكا والانس والجن او غيره، ايا كان بقى التواريخ. مش هدور على تواريخ الافلام دي بصراحه. المهم يا سيدي، لما جم عملوا فيلم عادل ينتقم للنجم عزت العلاء، ولكن المخرج ياسين اسماعيل ياسين كان ليه رأي تاني وكان ليه قرار تاني ان هو برضه يحط ايه، التاتش بتاعه. فلما جه يحط التاتش بتاعه قال لك بس المشهد اللي انا هعمله ده اللي محتاج دجال ده مش هيعمله ممثل، انا هروح اجيب دجال بحق وحقيقي. وبالفعل راح جاب اشهر دجالين العصر السيد الحسيني. قال له يا عم السيد، احنا عايزين نعمل مشهد رعب في دجل وشعوذه بس من غير كلام حقيقي، عشان المشاهد يحس ان هو ايه، الموضوع قشطه تمام يعني. قال له خلاص ماشي يا سيدي. خلاص يا عم السيد، اوعى يا عم السيد تحط اي كلام من اللي بالك فيه، انا عايز بس الكلام كده يبان وتغير لي بعض الحاجات اللي هي ايه فيه. المهم عمك السيد قام رايح قايل التعويذه الحقيقيه بتاعته بحق وحقيقي. قال التعويذه وفعلا ظهر الجن، ظهر بعض الحاجات في التصوير. الناس اللي لهم علاقه بالمجال ده قالوا لك ان عدد معين بس من الناس في العالم اللي ممكن يقول التعويذه دي بالطريقه دي وهي اعلى درجات القوه، هو ان لها صوت معين، ليها طريقه معينه، ليها ارتفاع معين، ليها سرعه معينه. فمش اي حد كان يقدر يقول التعويذه دي. والتعويذه دي كمان بتوع التصوير واللي كانوا موجودين في وقتها في التصوير قال لك ان هم شافوا فعلا حاجات حقيقيه حواليهم وحاجات ظهرت. ولكن المخرج عشان كان شايف او مش مقتنع بالقصه دي فكان بيقول لهم دي قله نوم، قله مش عارف ايه والقصص دي. ولكن يتفاجئون بعد كده في السينما ان الفيلم مجرد ما يتعرض يلاقي ناس بتصرخ وناس بتصوت وناس بتلالي وناس بتهادي. ايه يا عم؟ قال لك ان فعلا التعويذه اللي موجوده في الفيلم دي تعويذه متقاله كامله. التعويذه بالتالي لو اشتغلت في اي مكان هي خلاص مجرد ما الكلام بيتقال اللي هو اللي موجود في المكان ده بيحضر او بيحدث اللي يحدث فيه. السيد الحسيني كان من اشهر دجالين العصر ده ومن اخطرهم، ولقب بخادم الشيطان. فلما تيجي تبص النهارده طريقه موته بقى، طريقه موته بعد الموضوع ده 5/7/2003 لقوه ميت ومرمي على الارض، باصص في السماء، في بقره فوق في السماء، عينه مفتحه، بقه مفتوح، عليه الخضه والجعزه. لما جم اخواته شافوا الحاله دي اتهموا زوجته لان زوجته كانت صغيره وهو كان كبير في السن. الغريب لما راحوا اتهموا زوجته، المعمل او الطب الشرعي وقتها دور ان هو ميت موتة ملهاش علاقة بأي حاجة في الجسم، يعني ولا قلب ولا نبض ولا مش عارف ايه ولا اي كلام من ده. واضح ان هو كان بيحضر حاجة ولما شافها اتخض ومات، لان الموتة بتاعته غريبة جدا ومراته اتبرأت. وده كانت قصة سيد الحسيني اشهر خدام الشيطان في مصر. اشوفكم في حلقة جديدة.